ابو عمر في مايو 2011 كان في تجمع في ديوان الشيخ اذا ما خاب ظني مسلط الهذال، وحضرتك كان لك كلمه، كان في سجال بينك وبين الشيخ مسلط الهذال، وكأن خرجتوا من الديوانيه غير متراضين. وهذه يعني احنا قاعد نتكلم عن دعم قبلي. فانت الحين مو دعم قبلي، اعتقد اذا كان على خلفيه اقتحام مجلس. لا، هذا كان على الاستجواب، على موضوع حقيه الاستجوابات على خلفيه احداث ديوان الحربش. نعم. فاحنا الحين نتكلم انتخابات قادمه، لا دعم من حدث ولا دعم من القبيله. اذا انت بعيد عن الاستفتاء اللي صار. شلون عرفت اني بعيد عن القبيله وعن كوادر شباب القبيله؟ لا انا عشان كذي اقول لك نستوضح منك. خليني اقول لك شيء. نعم. المثال اللي تفضلت فيه هذا يدل على ان شخصيتي ما تقبل الغلط ايا كان، لا داخل تيار ولا داخل قبيله ولا داخل اي مجتمع تحطني فيه. زين، انا شخصيا ما احب الغلط. العلاقه مع الشيخ مسلط علاقه على المستوى الشخصي علاقه رائعه وكل الاحترام والتقدير. ممتاز. مثل ما أكن الاحترام والتقدير لأي شخص تعرفت عليه في حياتي. جيد. سواء اتفقت وياه ولا اختلفت وياه، هذه قضية يحكمها أول شيء يعني الدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الكويتي. أما فيما يتعلق في الخلاف في الرؤى والخلاف في الفكر، فأنا نفس الكلام، يعني مثل ما اختلفت مع حدث في قضايا معينة، قضايا سياسية، أيضا اختلفت مع الشيخ مسلط في قضية اقتحام ديوان الحربش أو ضرب الناس، وكلامي ما كان موجه ضده، هو مطالبة. أنا دعيت، جتني رسالة دعوة للتشاور. نعم. وحضرت، وكان عندي وجهة نظر وقلتها، مو أكثر ولا أقل من هذا. فأنا كان وجهة نظري بأن يعني إذا كان الموضوع يناقش في إطار القبيلة، فكان من باب أولى وفقا للأعراف القبلية والتقاليد القبلية، من باب أولى أن أول شيء يتم الحديث عنه هو استنكار ضرب نواب وضيوف في ديوان نائب ينتمي إلى هذه القبيلة. جيد. وهي قبيلة عنزة. نعم. صح ولا لا؟ نعم. فأنا يعني من هالمنطق ذكرت القضية هذه وقلت ليش إنه لم يستنكر، خصوصا أن الموضوع ما هو قبلي بحت، يعني هو موضوع قبلي من جهة ووطني من جهة ثانية. نعم. لأن أيضا الاعتداء على نواب الأمة هو اعتداء على الأمة كلها. صحيح. صح ولا لا؟ خاص بعد. نعم. واقتحام مسكن خاص. نعم. اللي الدستور يعني يمنعه. لكن أبدا لم تكن العلاقة سيئة لا قبل ولا صارت سيئة. وبالمناسبة ودي أصح معلومتك أن في نفس ذلك الموقف. هذه يعني هذا سؤال جاي لك من احد الاشخاص وانا مسجله ومو معلومتي، يعني انا بالعكس انا كنت بعرف منك الحدث نفسه. هو يمكن اليوتيوب اللي انعرض، انزين انعرض اليوتيوب انت اللي مصعده حسب اللي عرفته. ماشي، بس مو انا اللي صورته، يعني صورت بس انت اللي مسوي له ابلود. فاهم يعني اليوم انا ايش قلت لك؟ انا قلت لك اليوتيوب غلط؟ ما قلت لك غلط. زين انا قاعد اقول لك اليوتيوب اللي انعرض انتهى. ما الشخص هذا اللي صور اللي هو مو انا، زين، ولا كنت ادري انه قاعد يصور. في نهايته ما بين انه شنو اللي يعني بعدين صار فيه، يعني بالعكس الشيخ مسلط جزاه الله خير اعتذر عن بعض الكلام اللي نالني، وبالعكس يعني وصلني الى السياره، وكان رجل في غايه الاخلاق. فالقضيه القضيه اطلاقا ما هي قضيه لا شخصيه ولا هي قضيه قبليه بالمناسبه. انا اعتقد بان هذا يعني كان دافع وطني، بان كان يفترض بان اذا في خطا يقال عنه خطا. نعم. زين، ايا كان في اطار قبلي، في اطار سياسي، في اطار حزبي، في اي اطار، في اطار وطني، احنا لازم نقول الصح صح والخطا خطا. صحيح.